طول الفترة اللي فاتت بتكلم عن الأم والجنين، فضل حاجة في النص ما بينهم كده بتربطهم، عايزين نتكلم عنها وهي المشيمة. المشيمة دي بتتكون في الرحم أثناء فترة الحمل، تكون ملتصقة بجدار الرحم وهي اللي بتمد الطفل بالأكسجين والعناصر الغذائية. بنعتبرها كده زي وصلة ما بين الأم وبين طفلها، فيها رايح جاي بتودي كل العناصر الغذائية والأكسجين اللي محتاجها الطفل وتاخد منه كل الفضلات. طب افرض الوصلة دي أو حتة منها اتقطعت، إيه اللي يحصل؟ أنا دكتور أحمد بدر الدين وهنتكلم النهاردة عن انفصال المشيمة المبكر. الحقيقه انفصال المشيمه من المضاعفات الخطيره اللي ممكن تحصل اثناء فتره الحمل، بس من رحمه ربنا علينا ان ده مش شائع قوي، وبيحصل لما جزء من المشيمه او كلها بتنفصل عن جدار الرحم. ده طبعا هيؤدي ان كل العناصر الغذائيه والاكسجين اللي رايح للطفل هيقل، كمان هيحصل نزيف شديد للام، ممكن في بعض الاحيان نلجا للولاده المبكره. في الاغلب ده بيحصل في الثلث الاخير من الحمل، اللي هي في الاسابيع اللي قبل الولاده، وهي مؤشرات كده ممكن تقول لنا ان ده هيحصل ازاي. يكون في نزيف مهبلي او الم في الظهر او البطن وتقلصات في الرحم متتاليه. في بعض الاحيان ممكن ما يكونش في نزيف خالص لان بيتحجز الدم في الرحم، وده في انواع معينه من انفصال المشيمه. في الاغلب مش معروف سببه، بس ممكن يكون اتعرضت لصدمه او خبطه وهكذا، او ممكن يكون ارتفاع في ضغط الدم او نزول السائل امنيوسي من حوالين الجنين. في الحالة دي هنحدد هنعمل ايه على اساس حاجتين: في نزيف وقد ايه الجنين مكتمل النمو ولا لا. هنتابع لو كان الجنين غير مكتمل النمو والنزيف نقدر نسيطر عليه، اما لو كان النزيف نقدر نسيطر عليه والجنين كويس ومكتمل النمو ممكن نولد طبيعي. اما بقى لو في نزيف مش قادرين نسيطر عليه او في اي خطر على الجنين فلازم نتدخل فورا ونولد قيصري. والاهم من ده كله ان لو حصل لك انفصال في المشيمة قبل كده لازم تتابعي كويس جدا. الأهم من ده كله إن لو حصل لك انفصال في المشيمة مبكر قبل كده لازم تتابعي كويس جدا في حملك التاني، وتحاولي تظبطي ضغطك طول فترة على قد ما تقدري، وإن شاء الله تقومي بألف سلامة وميحصلش أي حاجة.